انتشر كمان في تايوان، في استراليا، سنغافوره، تايلاند، بريطانيا، ايرلندا، كوريا الجنوبيه، اليابان. انا بقول لك الاسامي دي كلها بمصادر مش هبده. وصلنا عند اليابان، ماليزيا، كندا، المانيا، فرنسا، ايطاليا، اندونيسيا، الفلبين، نيوزيلندا. يعني باختصار يا صديقي العالم كله بدأ يحس بالسخونه، ومفيش مكان آمن بنسبة 100%. قبل أن نبدأ، نود أن نذكركم بأن كافة الحكايات والمواضيع التي تستمعون إليها مبنية على مصادر موثوقة وبحث وتحقيق دقيق. نحن نقدم المعلومة بحياد ونترك لكم الحكم والتفسير. القناة غير مسؤولة عن أي خطأ قد يقع بسبب سوء فهم أو تفسير غير صحيح للمعلومات. وللتأكد والتوسع، ستجدون كافة المصادر المعتمدة تحت كل حلقة. مشاهدة ممتعة. صباح الخير عليكم جميعا يا شباب ويا بنات، ومساء الخير على اللي عنده مساء يا جماعه. فاكرين لما قلنا الكورونا خلصت؟ طب فاكرين الناس اللي قالت احنا عدينا المرحله دي خلاص مش هتحصل تاني؟ طب الحقيقه بقى يا عزيزي الكاريزما ويا عزيزتي الكاريزما ان الكورونا رجعت تاني، بس المره دي راجعه بوش جديد خالص وباسم جديد. اسمه ايه يا عم هارود؟ اسمه نيمبوس. طب ده اسم ده ولا نوع مكرونه ما تعرفش؟ واسمه نيمبوس ان بي 181. ده شفره حضرتك، يعني ده مش فيروس، ده شفره. اسم كده كانه طالع من فيلم خيال علمي حرفيا يعني، بس للاسف هو واقع وبيتحرك حوالينا دلوقتي واحنا مش واخدين بالنا. الدول يا جماعه اللي انتشر فيها المتحور الجديد ده مش دوله ولا دولتين ولا 4 ولا 5، لا، المتحور ده انتشر في الصين بكميات كبيره قوي، وانتشر كمان في تايوان، في استراليا، سنغافوره، تايلاند، بريطانيا، ايرلندا، كوريا الجنوبيه، اليابان. انا بقول لك الاسامي دي كلها بمصادر مش هبده. وصلنا عند اليابان، ماليزيا، كندا، المانيا، فرنسا، ايطاليا، اندونيسيا، الفلبين، نيوزيلندا. يعني باختصار يا صديقي العالم كله بدأ يحس بالسخونه، ومفيش مكان آمن بنسبة 100%. طب نروح فين يا اخوانا؟ يعني معلش يا شباب، يعني هنروح فين طب يا اخوانا؟ يعني الفيروس محوطنا من كل حته، والزلازل محوطنا من كل مكان، والاعاصير في كل حته، يعني انا مش عارف والله. المهم يا شباب نكمل. طيب نيمبوس ده بيعمل ايه؟ بيعدي ازاي ولا ايه دنيته؟ طب نيمبوس ده ايه حياته؟ ايه قصته؟ بيعمل ايه؟ ده بينتشر بسرعه غريبه جدا جدا يا جماعه، اكتر من الماكرون كمان. حتى لو واخد تطعيم ممكن تعيا بيه برضه وتتصاب، لانه عنده قدره يهرب من المناعه. الاعراض ممكن تبدا خفيفه في الاول، بس لو اهملتها بتكشر عن انيابها. حرفيا انا بجيب لك الكلام من داخل تقارير طبيه يعني جمد قلبك وانت بتسمع. الاعراض اللي ظهرت على المصابين كحه وسخونيه مفاجاه وصداع تقيل جدا مش راضي يروح حتى بالحقن، احتقان شديد جدا في الزور، تعب ودوخه كانك شايل جبل، وممكن يحصل مغص او غثيان كانك واكل اكل مسمم. حول ولا قوه الا بالله. طب وده معناه ايه؟ ده معناه اننا داخلين على موجه صيفيه خطيره جدا حسب كلام العلماء من جامعات عالميه. ناس كتير فكرت ان خلاص مفيش خطر، لكن نيمبوس رجعنا الجو بتاع 2020 بس بشكل جديد، بشكل متوحش. هل نخاف ولا نطمن؟ نخاف، بس نخاف صح يعني ما نخافش نص نص. المهم يا جماعه نلبس الكمامه في الزحمه، نبعد على اماكن مقفوله، نخلي بالنا من اهالينا وكبار السن، ولو ظهر علينا اي اعراض نتصرف بسرعه ومش نكابر. على فكره يا جماعه انا ذكرت لكم اسماء الدول اللي ظهر فيها المرض عشان محدش يقول لي طب هو ظهر في السعوديه، طب هو ظهر في مش عارفه ايه. انا ذكرت لك حرفيا، وهديك بعد اخر الفيديو المصادر كلها اللي انا جايب منها كلامي. يعني انا كلامي مش جايبه من الكيسه بتاعتي، لا ده مصادر عالميه واوروبيه. فمحدش يقول لي طب الدول العربيه، طب لا، انا بقول لك لحد الان المصادر بتقول ان ظهر في حوالي ال 15 او 19 دوله اللي انا ذكرتهم ليك في البدايه. المهم يا شباب نكمل. لو ظهرت علينا اعراض نتصرف بسرعه زي ما قلت لكم، ومش نكابر ونحجر نفسنا في البيت. ما نحاولش نتواصل مع حد، ما نحاولش نعدي الناس اللي حوالينا. طبعا انتوا عارفين الثقافه اللي مش كويسه ان يبقى عنده برد، ده برد مروحه، ده برد مش عارفه من التكييف ده. طب وليه؟ انت مش عارف اللي عندك ده ايه دلوقتي، انت حاليا مش عارف اللي انت مصاب بيه ده ايه. فبلاش تكابر، تمام؟
واحمي نفسك واحمي بيتك واحمي اسرتك، مش تخسر حاجه يعني. الخاتمه يا شباب، رساله من هاروت ليك يا صديقي العزيز ويا صديقتي العزيزه. يا صديقي الكاريزما، احنا مش بنهول لكن بنقول الحقيقه. فيروس نيمبوس دخل المشهد ومحتاجين نبقى اذكياء من انه يضحك علينا زي ما عمل كورونا فينا. وبأكد عليكم يا شباب تاني ان كل المعلومات من مصادر موثوقه مش من كيسنا، تمام؟ لو حد عايش في دوله اجنبيه ولقى الاعراض دي عنده، يا ريت يكتب لنا في التعليقات تحت انت من اي دوله، وحصل معاك حاجه ولا ما حصلش معاك حاجه، وهل الفيروس ده فعلا بالضخامه اللي هم بيقولوها ولا لسه ما انتشرش كده. وهحط لكم ان شاء الله زي ما وعدتكم في الوصف وفي اول تعليق جميع المصادر. وطبعا هنتعود مع بعض كل الحلقات اللي هنزلها يا جماعه وكل المواضيع اللي هتكلم فيها هحط لكم جميع المصادر الموثوقه العالميه والعربيه والاوروبيه، تمام؟ عشان نكون متفقين، عشان خاطر طبعا انتوا عارفين اصدقاء الكاريزما يعني يقول لك انت بتهبط، فاحنا يا جماعه منعا للقيله والقاله هنحط لكم كل حاجه ان شاء الله بالمصادر الموثوقه عشان تتاكدوا ان انتوا في قناه هاروت مش اي كلام بيجي لكم وخلاص، ولا اي معلومه كده من نطوره بناخدها ننقلها، لا، بنتاكد مره واثنين وثلاثه من معلومه من كذا مصدر محترم ونحطه لكم. الف شكر لحضراتكم وشكرا جدا جدا للاستماع والمشاهده.